عندك انزلاق غضروفي وعندك عرينس، وعايز نصايح، والنصايح دي هدفها انها دايما تخلي العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي دايما في احسن مفعول. وقلنا ان القاعده العامه اللي بنتبعها في النصايح، لما يكون عندك الم في ظهرك اسنده، ولما يكون عندك الم عرق النسا حاول تخلي مفصل الركبه متني. طبقنا النصايح دي على وضعات النوم وعملنا فيديو عنها. النهارده هنتكلم على بقيه النصايح. النهارده هنتكلم عن الجلوس والوقفه وعن المشي. طيب بالنسبه للجلسه، زي ما انت هتشوف في الصوره الاولى، لما تيجي تجلس وتعدي ايدك ورا ظهرك وايدك تعدي، يبقى انت جالس غلط. الصح دايما ان انت تحط حاجه اسفل ظهرك بحيث لما تعدي ايدك ما تعديش. طب الحاجه دي عباره عن ايه؟ دي انت بتحاول، كل واحد اكيد هيختلف من شخص للتاني، فانت بتحاول تشوف مخده بسيطه صغيره والمقاس بتاعها هيختلف من شخص للتاني. طيب دي اول نصيحه. النصيحه الثانيه زي ما قلنا في الفيديوهات السابقه، كل نص ساعه جلوس لازم تقوم تقف او تقوم تمشي. ليه؟ لان احنا قلنا ان الضغط بيبقى داخل الغضروف بيبقى عالي اثناء الجلسه وبيقل اثناء الوقفه واثناء المشي. فانت مطالب بكل نص ساعه ان انت تغير وضعك. طب بالنسبه للوقفه، كل ما تقف لو لقيت حاجه على الارض تحط القدم عليها ده شيء كويس. طب لو ما لقيتش هتقف على الرجل السليمه وهتكسر الرجل المصابه بعرق النسا، مع التبديل ما بين المصابه والسليمه بس في اضيق الحدود. دايما هتخلي الرجل المصابه هي دايما معظم الوقت هي اللي مكسوره. طب لو لقيت حاجه تسند عليها، حط القدم المصابه على الحاجه اللي هو المسند او الحاجه اللي على الارض دي، والرجل الثانيه هتبقى على الارض، وبرده مع التبديل مع الاحتفاظ دايما بالرجل المصابه هي في الوضع الاعلى معظم الاوقات. طيب المشي، الناس اللي بتمشي بخطوه واسعه لو جاله عرق نسا ده دايما هيشد على العصب بتاعه، ولو شد على العصب بتاعه هيحصل تقلص عضلي في الساق وفي الفخذ. طب احنا عشان نقلل الكلام ده نعمل ايه؟ هنخلي خطوتنا واحنا ماشيين ضيقه شويه، وحاول تتني ظهرك للامام شويه. يعني ببساطه شديده جدا كأن واحد مشغول بحاجه وبيفكر في موضوع ما، بيبقى ماشي حاطط ايده ورا ظهره، خطوته ضيقه وميل ميل لقدام شويه. هما دول الثلاث اوضاع اللي احنا هنحاول ان احنا نلتزم بيهم، بالاضافه الى وضعيات النوم اللي احنا قلناها قبل كده. وان شاء الله في الفيديو القادم هنتكلم على الصلاه وعلى ازاي تشيل حاجه تقيله او خفيفه، لان الناس ساعات بتتخيل ان الغضروف مرتبط جدا بالحاجه التقيله. للاسف الشديد انت ممكن تيجي على اهون من الاسباب. يعني ممكن واحد قلم يقع منه وينزل يجيبه يجيله انزلاق غضروفي. يعني قصه مش انت بتشيل، قصه انت بتشيل ازاي. وده ان شاء الله اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو القادم. ودمتم في صحه وعافيه.